وطريق واللي كيسعى للجمهورية والمناضلات والمناضلين. هادو راه داروها زريبة يا صاحبي، لو فيها عصابات ديال ملوك الطوائف بنادم، والكابيتان ناعس في اليدون، وانت راه زريبة ومولاها جبروت. زريبة دار الزيبة. يظهر أننا على مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات دارسيبا. I have a problem here. I think Azuz, he's open his browser. We have a problem here. Sorry. Okay. Shit. Something is going on. Okay. Let me see. Sorry, guys. الصوت والصورة واضحين. شكرا خويا يسر ساست بيركو. اوكي ثانك يو. اوكي الصوت عندنا مزيان، كل شيء بخير، كل شيء مزيان، ما خصش غير يجيني ليكو. الايكو اي ثينك هاد الشيء عندي هنا ميوتد. No, something's going on. Okay, let me see. Simply هاد الشيء هذا I will fix it right now. خليه يمشي لعند عزوز. عزوز ديما كيوقع لي معاه هاد الشيء هذا، كيخلي البراوزرز محلول، كيخلي البراوزرز محلولين في let me see. Let me see. Hold on. Probably the microphone. And let me fix the microphone. Let me see. Now the microphone is on. ما كتسمعنيش دابا؟ غتكونوا كتسمعوا. But let me switch the source of the mic. Boom, go to audio. Hold on. Where is it? Outputs probably that. Default. There's something not good. Fuck that. بليز قولوا لي كيف هو الصوت الآن. أتمنى أن لا يوجد هناك يعني ارتداد للصوت. هناك شيء لا يشعر خيرا. Fucking sounds coming from. عفوا على هذه المشاكل التقنية اللي كنواجهوها الآن مع السوفت وير.
عفوا ما تنساوش مع ذلك keep يعني sharing and like the video we will fix it. معنا ريتشارد بن عزوز هنا هنا some fucking shit here. So so what are you gonna do؟ شوف غادي نحيد كل شيء. Look I will delete all the browsers except one that I can see you online on YouTube. Now is everything good, right? Yes. ولاد القحاب كيدخلوا معنا اولاد العاهرات الله ينعل دين الزمن بكم يا الكلاب يا الشمايت يا الحيوانات يا اخبث البشر يا اخبث الناس في العالم. قولوا لي الان هل الصوت جيد؟ الان في هذه اللحظات هل الصوت جيد؟ جيد. Thank you عزوز. thank you. something going on. I mean ما كان عندي حتى شي براوزر اللي هو يقدر يخرج منه الايكو. كان يلاه واحد البراوزر ديال الفيسبوك وواحد البراوزر ديال اليوتيوب اللي باغي نشارك معكم بعض الفيديوهات منهم. و هذا الشيء هذا كيطلعوا عندنا صوت هايل. ثانك يو معنا عزوز. ولكن غادي نولي نرجع خلينا نرجع ناخذ الفيديوهات. غتصبروا معنا لان العبيد كيقول لك بالتكرار يتعلم الحمار والعبيد والحيوانات يتعلمون بالنظر بالشوفه وبالعصا. النظريه ديال بافلوف الشوفه والصوت والعصا باش كيتعلموا. لذلك حنا غنعصيوهم. قلت لعزوز قلت ليه راه قبل ما نطلعوا لايف قلت ليه راهم دابا جالسين قولوا حيا انه زمان نظر من الجن. قلتها ليه زعما هما راهم كيديروا هذا التمشغيل هذا ماشي زعما باش غيأثروا فينا ولا هذه، ولكن هما هذه عقليتهم راهم جالسين هو الله الذي لا ولا الحسن الثاني كان كيجيبهم وهذا الحساس ديال محمد السادس كيتعامل بهذا الشيء زعما بزاف كاع كلهم كيديروا الحجابات ويتعلموا يعني كيبغيو يمشيو ضد الشعب المغربي بهذا الشيء هذا وكيبغيو ياثروا على. كاين الناس اللي كتاثر زعما هو في هذا المجال السحر، ولكن كاين الناس اللي كتاثر ضعاف العقول والهدر المدرسي كيتاثروا بهذا الشيء هذا النفسيه يعني الهشه كتاثر بهذه الامور هذه ديال السحر وديال تقرا عليه ولا كيتاثروا بزاف ديال الناس كيتاثروا. ما كنفيش انا هذا الشيء هذا. دابا دعوني اولا بغيت نقول لكم تحياتنا لكم الناس اللي انضموا لينا من موروكان انسايدر. داكشي علاش درت انا متاكد بانكم الكثير انضميتوا لينا من القناه ديال موروكان انسايدر لهذه القناه هذه اللي يعني منها غادي نبداو القصف في العبيد. ما غاديش نبقاو نديروا المباشر على موروكان انسايدر لان موروكان انسايدر تم التعتيم عليها بشكل لا يطاق وبشكل ما قدرنا زعما صراحه اليد الواحده لا تصفق، لكن نحاول ان نجد يعني سبل اخرى من اجل القيام بالواجب الذي علينا ان نقوم به. خلينا نشوف بعدا ولا نرجع معكم قبل ما نلقى الفيديو نشوف التعليقات ديالكم. كل شيء مزيان. رحبوا معنا بريتشارد بن عزوز بليز. كنتمنى انكم كلكم ترحبوا معنا بريتشارد بن عزوز، وكنتمنى من كل قلبي انكم تدعمونا بلايك وتدعمونا بالبارطاج باش يشوفنا اكبر قدر من الناس، لأن الأمر في المغرب رهيب جدا رهيب جدا، ولا يظهر أنه هناك من يعني يشرح فعلا هذا السجال اللي وقع خصوصا بين المغرب والجزائر. إضافة أنه لا أجد هناك الكثير. كاين الناس المعارضين اللي كنشكروهم من هنا انهم يحاولون اظهار ما يقع في المغرب، لكن ماشي بالشكل اللي خصو يظهر.
ماشي بالصراحه، ماشي بالجرأه ديال الناس اللي خصها يعني ديال فضح الخلفيات ديال المخزن، وفضحهم كيفاش شنو باغيين يديروا، والخلفيه ديالهم كيفاش باغيين يفتوا هذه المنطقه هذه من اجل ماذا وعلاش، وشنو الغرض من التحركات ديالهم، وشنو الغرض ديالهم من السجن ديال مثلا سعيد العالمي. راه في المغرب راه يا ويلك الا هضر شي المغرب، عندك كتحبك الجزائر ولا هذيك كتخرجوا وتهضروا هنايا وفي الشارع وتقول نيك تبون وهادي وما يجي قيس فيك حتى واحد. ولا انا كنسمعها في الشارع شحال الناس حدا البوليس وهادي، ما كاينش اللي يجي يهضر معاه ولا يشدوه في الحبس ولا هذا يهضر خاويه. ولكن اللي كيأجج هذا الشيء هذا هو الموساد والعبيد هما اللي في المغرب. سير للمغرب وهضر على محمد السادس ولا غير شير ليه وشوف واش ما غاديش يديوك للحبس ويغرقوك وتجلس على القراعي، تجلس عليهم قراعي صحاح، تجلس عليهم. خلوني نلقى بعدا واحد الفيديو، لان هذا الفيديو هذا غادي نخلي الزعيم ريتشارد بن عزوز هو اللي غادي يعلق على هذا الفيديو هذا. الفيديو اللي كنت تكلمت عليه في اخر مباشر، لو كان اول مباشر بعد سنتين ما درش مباشر في موروكون انسايدر، ولكن وليت غادي نقول لكم رجاء كل واحد موجود معنا هنايا يبارطاجي باش يعرفوا الناس اننا ما بقيناش في موروكون انسايدر اللي يعني العدد ديال المشاركين فيها تقريبا 200 ألف. هاد القناه هذه فيها يلاه 29 ألف مشارك. بغيتكم انكم تساعدونا بان باش نرجعوا كذلك في هذه القناه هذه يرجع الزخم، لان ما غاديش نوليو نديروا مباشر نهائيا في موروكون انسايدر. خليوني نلقى الفيديو رجاء، وسمحوا لي بزاف لانني كندير المالتي تاسكين، يعني كندير بزاف الخدمات في خدمه واحده وانا كنتكلم. يعني الا ما تعذروني الا سمعتوني يعني بعض المرات الهضره ديالي ماشي او فلتات لسان ولا هذه، غير عذروني لانني ما مركزش معكم مزيان. اي ثينك هو هذا هو هذا الفيديو. لقينا الفيديو اللي كنا وعدناكم فاش كنا في موروكون انسايدر لاست ويك، ما لقيناش. ها هو لقيتو، غنشاركو معكم. وعلاش غنشاركو معكم؟ فقط ركزوا معايا يعني مليا وجيدا فيما أقول رجاء. النظام العلوي، ما كنقولش النظام المغربي احتراما، لأن ديك الرقعة هذيك فيها الكثير من الأحرار، فيها الكثير من الرجال اللي هما يرفضون ذلك. ما كنتكلمش على العدل والإحسان وعلى هذوك ديال اللي ما كنتكلمش على هذوك اللي كيخرجوا زعما في الساحات وفي الشوارع وكيجيو بعض المخازنية كيديروا واحد الحسابات في تيك توك وكيديروا واحد الحسابات في الفيسبوك وفي اليوتيوب وكيقولوا الجزائريين لا يمكنهم الخروج في الشارع من أجل فلسطين، وانظر إلى المغاربة إنهم جماهير العدل والإحسان جمهور. واش العدل والإحسان عمرها كانت أداة للتغيير؟ واش الحركات الإسلامية عمر دين ما كانت أداة للتغيير في مجتمع معين؟ وتحية عالية للجيش الشعبي الوطني الشعبي الجزائري، تحية عالية وأرفع له القبعة على دهائه وعلى فهمه لكل ما يروج في المنطقة. أكبر عدو للشعوب هم الحركات الإسلامية، أكبر عدو للشعوب. هذه بالمطلق. لا العدو والإحسان ولا الفيس هنا في الجزائر ولا جميع الحركات الإسلامية اللي كاينة حتى في البرلمان كلهم مجرمون ويريدون إجراما في حق شعوبهم، لأنهم كانوا هم دائما، هذه سنين وننقلها، التاريخ يثبت أنهم كانوا دائما هم أكبر موالين وهم أكبر داعمين للإمبريالية، وأول من يحيد السروال ويعطي قاع الوطن هما. معروف التاريخ. احنا اللي شوف الذي يجهل التاريخ انا ما كنتكلمش عليه، لان هذوك الرعاع الحقيقيين يعني بالاسم ديال بالتسميه ديال هاد الكلاب هادو ديال الاسلاميين. وكتبقى تهضر وكتخرج وكتتكلم، انت كتتكلم بتاريخ كيقول لك ياتي يعني قال رسول الله ياتي علينا زمان فيه يتكلم فيه الرويبضه
انا دا ولد الكلبه ينعندي الكلب اللي ولدك، ناضي يا ولد الكلبه يلا ينعندي الكلب اللي ولدك يا بائعي الاوطان يا الشمايت. لولا وقوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري وتضحياته من اجل هذه الارض الطاهره لكنتم يا العاهرات بحالكم بحال المخزن دابا. لو كان فشل الجيش الوطني الشعبي الجزائري في صدكم في التسعينات لكان هذا الفيديو اللي غادي نوريكم الان والسياده الوطنيه ما كايناش. لاحظ بعدا غادي نوريكم الفيديو وعاد غننتقلوا لامور اخرى، لان عندنا 3 ديال النقاط اللي غنتكلموا فيها. النقطه الاولى ساحشرها في نقطتين، اللي هي المقارنه ما بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري سليل، جيش الثوار، جيش التحرير الجزائري اللي حرر الارض ديالو من فرنسا بالدماء السائله. وما عمرها تجي يقول لي شي بولحيا السلفي يقول لي ان كانت حرب ضد الصليبيه واننا انتم ما كنتوش النهار اللي غتخرج الثوره الجزائريه، ما كنتوش انتم الاسلاميين، ما كنتوش ما يسمى بمجلس العلماء في الجزائر ما دخلش للثوره مع الثوره اللي دخل فيها الشعب الجزائري. ما كنتوش ما تكذبش عليا. انضميتوا انتم من بعد حتى شفتوا الثوره غادي تنجح مصالي الحاج وبلا بلا بلا. وهذه يسحب لكم رحنا كنخوروا هنا ولا شنو؟ ويسحب لكم غير جيو عطيو البلدان ديال الناس. عطينا هادو معروفين. المغرب معروف عندنا عملاء الزريبه معروفه عندنا عملاء. اما الجيش الوطني الشعبي الجزائري تجي انت تبدا تبغي تخرب فيه، تراك مسطي نتايا، تراك مزعزع. واشكر زعما الخالق، اشكر الله ان هناك يعني جيش بهذه العقيده القتاليه وبهذا الروح ديال الثوره ولا زال متمسكا بهذا الشيء هذا. اما الكره ولات عندنا قمدار هنايا وكرت زادوا تناكت المنطقه كلها كانت زاد تناكت الكره عندنا بحال داكشي ديال غزه كتجي اسرائيل تبدا تضرب عليك. راه الخوف غير من الجيش الشعبي الجزائري. المهم غادي نوريكم واحد الفيديو اللي عجزت المره اللي فاتت انني نوريه لكم ديال واحد الفتاه وغادي يعلق عليه الزعيم ريتشارد بن عزوز. وبغيت نقول لكم حيوا معنا الزعيم ريتشارد بن عزوز لانه كان سابقا يعني 24 جولاي كان عيد الميلاد ديال الزعيم ريتشارد بن عزوز الله يطول لنا في عمره. 75 سنه من عمره الذي هو عمر يعني فعلا عمر الحكمه، عمر الرجال بمبدأ لم يتخلى عن مبدئه ولا زال يناضل منذ عشرات السنين ولا زال بنفس الروح، وكل يوم تراه تزيد فيه يعني روح الحريه ويزيد فيه العنفوان ولا زال بنفس الطاقه. الله يطول لنا في العمر ديالو. نمشيو نشوفوا الفيديو. قلنا اننا لقيناه، نمشيو نشاركوا معكم هذا الفيديو هذا. وكنعتذروا زعما على هو هذا الفيديو على هذا التشويش اللي وقع علينا في الاول الفيديو. مازال نحيدوه للناس اللي غادي يجيو يشوفوه من بعد، لكن الان بغيتكم تشوفوا معايا هذا الفيديو هذا صراحه اللي بغيت نقول لكم فين وصلت السياده ديال العبيد. شنو لقيتو كيفاش اول مره تحط رجلك في اسرائيل؟ قبل ما نحط رجلي في اسرائيل ملي كتسافر مع الطياره الاسرائيليه كاين بزاف ديال لي بروسيدور اللي طوال بزاف. غير بغيت نقول لكم واحد المساله قبل ما تركزوا معايا، بغيتكم تركزوا معايا مزيان. شنو هو المشكل هنا؟ التطبيع ماشي مشكل بلا بلا بلا. تشوف هادشي هذا كله وتعطي قاع ومحمد السادس كنعرفوه صهيوني وهادشي هذا، وكنعرفوا ان المغاربه ما غيبغيو لكمش الخير. المغاربه شوف هو المخزن ما غيبغيو لكمش الخير. وكل من جزائري انا كندابز بزاف مع الجزائريين فاش كنت كتلاقاهم في الجزائر. انا كندابز مع الجزائريين كيقولوا غلقوا علينا الحدود، باغي يحلوها لك مع القحاب ديال الصهاينه ولا شنو؟ انت حماق ولا شنو؟ باغي تمشي تتنيك في المغرب ولا شنو؟ علاش زعما مقهور؟ وانا كنقول ليه وشنو الاسباب ديال غلق الحدود من طرف ودارها عمنا تبون؟ وشنو الاسباب؟ والله ما عارف.
ايوا ما عارف علاش كتحل طيزك مع براني، علاش كتحط قاعك مع البراني، علاش كتحل قاعك مع البراني؟ ايوا شو بالك مع الصهاينه اللي جاو لهنايا للمغرب وهذه والله ما عارف الخاوه، ايوا ما عارفش صاحبي وكتحل في قاعك، ما عارفش وغير كتهضر. الانسان راه خصو يوعى شويه، خص الانسان شي شويه ياخذ شويه واحد الاستراحه، واحد شويه، ويبعد شويه من الجوانات، واحد شويه، ويبعد على الماكله ديال البطاطا ويخمم غير في البطاطا وهذه، ويجلس يعطي راسو واحد شويه د الفهم في المنطقه، لان هادشي راه المنطقه على صفيح ساخن. الانسان يقول وما يبقاش غير من يشد في التيك توك يبقى غادي هناك. تشوفهم بلايص كيشد في التيك توك وهذا، واطلع امير دي زاد لايك، هذا لايك، وهو ما عارف والو، غير عجبه كيهضر له على العاطفه وهذه. ولكن ماشي الخطاب اللي كنتكلم معاك، انا كنتكلم معاك دائما كنجيب لك الوقائع. انا دائما الكلام ديالي مبني على معطيات تاريخيه ما يمكن له ينفيها حتى شي كلب، حتى كلب ما يقدر ينفيها، ما يمكن يزورها حتى شي ولد الحرام ما يقدر يزورها. معطيات حقيقيه كنجي كنحطها لك، هو هذا الواقع، ما يمكن يزورها لا مغربي لا جزائري لا امريكاني لا المكتبه ديال الكونغرس في التاريخ، ولا المكتبه ديال باري، ولا والو، ولا حتى ديك المكتبه ديالهم ديال الوطنيه ديال الرباط، ما تقدرش تنفي هذا الشيء هذا، ما بقى لهم ما يزوروا، لان ملي كدوز مراحل تاريخيه كتبوا لك الناس صافي، ما عندك ما تزيد تزور في هذا الشيء. هاد قبل ما تخرج لاسرائيل اسئله في لاغوبور ديال مراكش في لاغوبور عاد ديال باش مراكش. نطلع لطيارتي. دونك اسئله على هذا الامن الاسرائيلي. الامن الاسرائيلي، اسئله على حياتك الشخصيه، على علاش جاي لهنا، فين غادي تقرا، اسئله بزاف ديال التفاصيل فيها. بعد المرات يقدروا يطلبوك يقلبوا التليفون ديالك، يقلبوا التصاور ديالك. في الاول كانوا لي باج ديال الريزو سوسيو لا صراحه لا، ما عمرهم ما طلبوني هذه الحمد لله. ولكن كانوا كيسولوا بزاف حيت بون دي كيسيون ديال الامن غنقول. يعني شحال قلتي ساعتين تقريبا عاد طلعتوا للطياره؟ صافي انت والزميل ديالك شديتوا بلايصكم، كتلقاو بان اغلبيه الناس اسرائيليين من اصول مغاربه ولا من اصول اخرى. يعني في الطياره جاك شي احساس غريب؟ تكلمي لي على ديك اللحظه وانت كتغادري الاجواء المغربيه وغاديه في كنسمع لغه جديده، الكلمه ديال العبريه الصراحه ما كنتش
وانا دائما توتاكو كنشوف راسي في واحد الطياره اسرائيليه مع الاسرائيليين، جاني احساس غريب حيت كنسمعوا بزاف على اسرائيل، ولكن توتاكو غادي تكون جالس معاهم. احساس غريب. او ميم طون كنت فرحانه بزاف لان طبعا الرحله ديال 5 سوايع 6 سوايع ضروري تكوني تكلمتي مع شي اسرائيليه سولتي. الطياره كتسمع 12 الليل 12 الليل كلشي ناعس كلشي ناعس. طبعا غادي نرجع معك قبل نبقاو في المغرب قبل ما نمشي لاسرائيل. وفي هذه الفتره هذه واش تعلمتوا قصر تعلمتوا شويه العبريه طلعتي عليها في جوجل ولا وهنا في المغرب ما نمشي قلبت شويه جربت اوكي بلا ما نكملوا لانه اذا ظهر المعنى لا فائده في التكرار. سينضم لنا الزعيم ريتشارد بن عزوز. رحبوا معنا رجاء بالزعيم ريتشارد بن عزوز. سيعطي ارتساماته على هذا الامر هذا ويعني وشموليا ما يقع يعني في المغرب وعلاقته بالجزائر وهذه المشاكل اللي كتوقع الان دابا في المغرب، كيفاش باغيين يديروا هذه الفتنه هذه داخل الجزائر. كنرحبوا بالزعيم ريتشارد بن عزوز. الزعيم ريتشارد بن عزوز مرحبا بك معنا ونهار كبير هذا. شكرا لكم كلكم المتتبعات والمتتبعين. انا كنشكركم من قلبي، وانتم هما ليسبوار ديال الشعب والشعوب الحره. كنشكر الجزائر على مواقفها والشعب الجزائري وعمي التبون واصدقائه الجيش، اللي هاد الناس جيرانكم ما عارفينش وما عندهمش درايه على تاريخ الجزائر ونضاله، لهذا خسروا انهاو. وكنشكر الزعيم طارق على اضافته وعلى حفاوته وعلى نضاله، وكنشكركم كلكم. وانتم هو الاسبوار ديال لافونير، لان طفاو الشمعه في البلاد اللي حنا كنتحرقوا عليها، اللي مشات باطل راه طفاو عليها الضوء. البنت اللي شفتو ما هي الا ضحيه البورجوازيه في الرباط. عرفوا بان كاين معهد كيقريو فيه العبريه الاولاد الاغنياء اللي كيتعاملوا غير مع الجنس القصيف، كيتعاملوا معاهم كيقراو معاهم كيتعايشوا معاهم. وهذا في الظلمات ديال البلاد ديالنا. البلاد ديالنا عندها وجهين، عندها الوجه ديال الصوص اللي هو حاكم، اللي هو الاقتصاد، اللي هو الحكم القاسي، اللي هو الارهاب، اللي هو الامبونيتي، يعني كل شيء يجوز، كل ما في الجرائم تجوز في بلاد الصوص. البنت هذه اللي سمعتوها دافعينها مدفوعه من هذه البورجوازيه وهذه الظلاميه اللي عايشه فينا، اللي هي الرابطه ديال هاد اللصوص وديال هاد الخونه اللي جابوا فرنسا. ما فيهاش، هما اللي جابوا فرنسا، وفرنسا بمعنى الكلمه رجلاتنا، وفرنسا ردات لي ماروكان. قال هذاك ليوطي هبار ليوطي اللي حالف لواحد الصحفيه اسبانيوليه باش يهرس الشوكه في الرجل المغربي، وفعلا راه نجح. هرسوا فينا، هرسوا في الشعب الشوكه. لهذا كاينه واحد العداوه كتخرج، شكون كيدفعها؟ العداوه المدفوعه منين؟ من الصوص اللي هو البورجوازيه ديال بلادنا المستعمره اللي باقا في الاستعمار. ولهذا خاصهم يمحيو كل شيء اللي ما كيتمشاش مع البرنامج الصهيوني،
كله خصو يتمحى ويتحارب. ودايور راه داخل في البلاد ديالنا القساوه جات من هذا البرنامج ديالهم هو يعطيو البلاد ديالنا كلها بثرواتها وبكل خيراتها وبنادمها وكل شيء، يعطيوها لخوتهم اللي غادي يضمنوا لهم اللونجيفيتي في الحكم وفي التورط ويتورطوا معاهم. حنا اليوم الاغلبيه ديال الاودينس ديالنا ديال المشاركين ولا المشاهدين ولا الشهداء ولا اللي كيتسماو التيموان اللي كيتشهدوا، نتوما شاهدين، الاغلبيه ديالهم جزائريين. انا كنشوفها في التشات. وفينهم هما ديال البلاد، هما ديال البلاد راه واكلين، ما عرفت واكلين السبرديله، واكلين الحشيشه، واكلين السحور. ما يقدروش الزوز الاغلبيه ديالهم. غير باش نوضح هادشي هذا، لان القمع رهيب جدا. الا سولتي تشات جي بي تي لماذا لا ينتفض بعض الشعوب ولماذا لا يتكلمون بحريه، سيقولون لك ان قوه العسكر وقوه الشرطه فوق طاقه اولئك الناس. بينما كتلقى الجزائريين، انا كنقول لك في الجزائر كتلقى الناس كيعبروا في الشارع صاحبي، كيسبوا رئيس الدوله في الشارع. شحال الناس كيديروها، قادرين يديروها، ما كيتمش في حقهم يجيو يديروا لهم الخنشه بحال المغرب. ما كيدار لهمش هذا الشيء هذا في الخنشه ويديوهم، الا كان شي حاجه اللي هي خطيره على الامن ديال الدوله في الجزائر. والجزائر معروفه انها مستهدفه، وانها هي الحصن ديال المنطقه، وانها مستهدفه. يعني كيبغيو يقولوا انها ليست مستهدفه، وكيبغيو يضحكوا على انها مستهدفه. راه البلد الوحيده يا ولد العاهره، البلد الوحيده اللي تحررت بقوه السلاح في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا يا العبيد، في المستعمرات ديال الغرب. هاد اوروبا كامله ما كاينش الدوله الوحيده اللي تحررت منهم. الدوله ما كاينش دوله ديال ما تحررت من الغرب كما تحررت الجزائر. اضافه الى ان اسمع هذه عزوز، اضافه الى ان كل مستعمرات الغرب، كل مستعمرات فرنسا تحرروا بفضل زخم ثورة الجزائر، لأنهم أرادوا أن يكتفوا جيشهم وعبيدهم من تلك المستعمرات، منهم المغرب، منهم السنغال والآخرون ومالي وهذه، باش يركزوهم ويجيبوهم كاملين يحاربوا الشعب الجزائر. دابا هاد الامور خص الشعب الجزائري يفهم هاد الشيء هذا، لان الكثير هاد الشباب ديال الجزائر ما فاهمينش هاد الشيء. انا كنشوف زعما شفت هاد الشيء هذا بعيني. الشباب الجزائر على الدوله انها فعلا تنبه هاد الشباب الجزائر، تعلمهم هاد الشيء. خص ضروري يكون هاد الشيء حتى في الشوارع، يكونوا يعني مظاهر هاد الشيء هذا تكون اكثر. كاين شي حوايج كثار، ولكن هاد الشيء خصو يكون اكثر باش فعلا هاد الوديعه الشهداء اللي كيحاول الجيش الشعبي الوطني الجزائري انه يحافظ عليها. الشعب الجزائري تكون عنده هو الوديعه، هاد الوديعه تكون عنده، واش الدولي راه في عينيه. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه اللي هي ما يمكنلوش فيها ولد العبد في المغرب، ولا شي واحد في تونس، ولا في ليبيا، ولا في الموزمبيق، ولا اي واحد ما يمكنلوش فيها. غنخليك الزعيم عزوز، اسمح لي، غنخليك تكمل. لا اضيف لهذه المعلومه اللي تكلمت على الاستقلال الشعوب من هذا النشبه ولا هذا البياج ولا هذا النصب. عرفوا بان اوروبا ما تحرراتش من بعد الحرب العالميه الثانيه. راه عملوا الامريكان، عملوا لها مارشال بلان. الا ما عرفتوش، الان اوروبا كلها باقا مسيطره عليها امريكا، ملي شداتها في الحرب العالميه الثانيه، وهي خسرت عليها بالمارشال بلان اللي كانوا كيموتوا بالجوع من بعد الحرب العالميه الثانيه. حطوا لهم فلوس، زيروا لهم الاقتصاد ديالهم. الان اوروبا كتحكمها امريكا، هذا باين ما واضح. والان شكون كيحكم امريكا؟ الان كاين هذاك اللوبي الازرق الصهيوني اللي حاكم دابا. راه ما نقدروش تندويو نقولوا لا فيريتي، تالمون سيطروا على الكل، تالمون هادشي راه ولا يعني خانز ولا مفضوح. الجزائر بار كونتر ما كاينش شي دوله اللي تحررت بحال الجزائر، لهذا لي زوروبيان ما راضيينش كيفاش الجزائريين يكونوا
انديبوندون ايكونوميكمون. وهذه هي هما شفتوا روسيا قداش وبسلاحها وبكل شيء ديالها، راه علاش منوضين لها النعره مع اوكرين وكيخلصوا كل شيء، الميريكان دافعين لي زوروبيان ولي زوروبيان باش يطيحوا المعنويه ديال الانديبوندون. شكون هما؟ الازرق، هما اللون الازرق باش يسيطروا على الشعوب. اما حنا راه سيطروا علينا من زمان، غير باقيين المغاربه حواله ما فاهمين. حنا سيطروا علينا من زمان، سيطروا علينا، حنا مسيطر علينا الازرق من زمان، لان هذه العائله راه من كاتمين الاسرار، من واحد لا تريبي اللي كتسمى لا دوزيام تريبي اللي هربات من عند لاصوص ودخلات لإثيوبيا، لانه كانوا في داكشي ديال الشعوذه وهذاك اللي كيتسمى الكونفيننت، واحد الصندوق اللي فيه الالكترونيك اللي ما عارفش هذا الامر هذا. هذوك هما اللي كيتسموا كاتمين الاسرار ديال هاد الابراهاميه والموسويه التواشي اللي انا ما كنطيقش في هذا التواشي كله اللي جاي من هذاك الميدل ايست كله كذوب. بغيتو تعرفوا المعلومات شوفوا الهيمالايا، شوفوا الهند شنو فيها، شوفوا لا الصين شنو فيها، شوفوا الاثارات ديال الكره الارضيه باش تعرفوا الحقائق ديال الانسانيه. اما الزعيم بغيت نذكر خوتي الجزائريين ونذكر المنطقه ككل، وهذا ما يمكن له ينفيه حتى شي واحد الا مجرم يقدر ينفيه. ما دمتي ذكرتي الميدل ايست، في العشريه السوداء، في العشريه السوداء كان الامام ديال الحرم المكي في العشريه السوداء يدعو يقول اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الجزائر. يا اولاد القحاب، يا اصحاب اللحيه المجرمين، يا اولاد الكلاب. وهذوك اسمح لي يا خويا من طرف جميع الحجاج اللي كانوا جاوا من تما. كان الامام الحرم المكي يرفع يديه تضرعا ويدعو الجميع ان يدعوا بنصره اخوانه المجاهدين الافغانيين العرب الافغان في الجزائر. ودابا عفاك الاخوان، انا غير بغيت نحل هذا القوس هذا باش كاين قوس اخر، قوس واخر. الجيش الشعبي الجزائري اللي منع هذا الشيء هذا. شوف حنا راه بالمرصاد، راه ما كيخلعونا لا صحاب اللحيه، راه ما كيخلعونا حتى واحد من هذا الشيء هذا باش تكونوا هانين. تكثير الزوجات مشغولين. طارق بغيت نقول لكم من فضلكم شوفوا شكون هو البنا حسن البنا ديال مؤلف الاخوان المسلمين في مصر، اللي مشى عنده علال الفاسي بهاد الاخوان ديال مصر المسلمين باش صوبوا الظاهر البربري. هذه تاريخنا. لكن حسن البنا طلع من الازرق مغاربه اللي مشاو بحال السيسي اللي مو عرفتش شكون هي من الازرق. والبنا شكون هو؟ البنا صهيوني مغربي مشى دار لهم الاخوان المسلمين في مصر. هذه حقيقه مو صادي. خصكم تفهموا هذه الامور. شكون هما اللي دابا شادين هذاك الحرم الشريف وشادين لينا هذا الشيء كله؟ صاين الابراهيميين. والقضيه راه ما فيهاش، الا بغيت تفهموني ولا ما تفهمونيش، الامر راه ما فيهش الدين، الامر فيه استيلاء على ثروات والاستيلاء على الانسان. وانتم كتشوفوا هاد الديانات كلهم، المسيحيه واليهوديه ديالهم هما في البيدوفيليا، هما كيقتلوا الدراري الصغار، هما كيشربوا الدم ديال الدراري الصغار، هما كيغتصبوا البنات الصغار منهم. هذا البريزيدون اللي هو غير جاهل. ولكن شكون دافع؟ دونالد ترامب. دافعينه هما العائله لاصوص هي اللي حطوا ليه 1 بليون. وراه كان بانكرابت وكلفوا الابناء ديال الصهاينه كلهم باش يفينونسيو دونالد ترامب اللي هو غير جاهل امي. الا بغيت تعرفوا اسمو ليديكاسيون ديالو راه ما كيفوتش القسم الابتدائي الثاني، غير كيخربق علينا بالهضره ديالو. شي توضح بانه هو ستوبيد. توضح هذا الامر، وتوضح الامر بانه هو كيخدم الكيان وهما اللي حاطينه تما. وهذا الشيء اللي وقع دابا بالابستين وهذه الفضيحه اللي خصكم كلكم تعرفوا باش هادو ما بقاش يدفعوا علينا كبير بدروا دو لوم ويدوا علينا
بان احنا التروازيام شنو هي العالم الثالث وهذا التخربيق. هذا كله برمجه. بحال في المغرب راه كيعملوا الشعب ديالنا كيتعامل بهذا البرنامج ديال اقصاؤك واقصاء ذكاؤك ويعني منع الطريق عنك كي لا تتقدم. كيبناو عليك الطريق بجميع الوسائل. شكون صوص هما هذاك السيده دابا هذيك البنت اللي مشات لاسرائيل وكيسول هذاك في التلفازه واش ضحكوا معاك واش شراو لك المسكه وشافوا فيك وعجبتيهم وانت مغربيه ودويت معاهم، او بدا كيهز بالمعنويه ديال الناس ولكن كيحطمونا احنا المواطنين. حنا كيهرسونا كيحطمونا كيفقرونا كيجوعونا كيحشوا فينا القرعه كيغتصبونا وبالفعل ويحشونا في السجون مؤسسات مكمله والخنز والعفن والاقصاء. ولكن كل شيء اكسبتابل وغادي في البرنامج. وعلاش؟ لانه واحد كيتستر على الاخر. طوندي كو الجيري ما لعباش هذا اللعب هذا. الجيري اللي عندها هو الضمير. من هنا انا كنقول لخوتي في الجزائر شدوا الصف على بلادكم وطرموا راها ترجعوا بحال المغاربه. ترجع عندكم مراكش اللي كيتباعوا فيها الدراري صغيورين وكيجيو الناس يغتصبوهم ويقتلوهم بالاغتصاب وكيخرجوا حسن له من السجن كما هذاك الوزير ديال التعليم اللي قتل طفل صغير في مراكش باغتصاب وخاشي ليه راسو في السطل ديال عرفتو ديالاش. خشى الطفل اللي عنده 8 سنين فرنساوي ليفي راه هو دابا كاين. وشكون فتحوه الفرنسيين اللي فتحوه فرنسا. علاش وصلت المغاربه هاد الدرجه هادي؟ جميل انك جبتي هاد، اسمح لي عزوز غادي نقاطعك. جميل انك جبتي هاد القضيه ديال شنو سميتو ليفي شي حاجه. لا ما تذكرش الاسم ديالو. كان وزير الثقافه كان هو اللي مكلف بهذاك لو سونتر داراب اللي انتيليكتويال في باريس. كان وزير الثقافه ديال الفرنسي. هو وزير الثقافه الفرنسي جا هناك ديال المغاربه الاطفال المغاربه وكان كيحشمهم راسهم طواليت كيقتلهم وماتوا ومثبت عليه قضائيا انه دارها وخرجوه من الكوميساريه. شوف الجزائر علاش ما كيوقعش فيها هادشي؟ علاش عمرنا سمعنا ان الفرنسي كيجي للجزائر ويغتصب الاطفال ديال الجزائر؟ هذا سؤال بريء ومشيطن شيئا ما. غنسالوا هذا السؤال. هذا سؤال زعما سؤال وجيه. علاش في الجزائر ما يجيش الخليجي بحال في 2019 جا خليجي لمراكش واغتصب بنت في عمرها 13 سنه ولا حمل الكاتريام ايطاج ماتت. داوه والبنت اللي دخلت في السبيطار حيدوا لها عينيها شدوه متلبس وداوه للمحكمه. الا سمحتي لي عزوز نكمل. وداوه للمحكمه وفرجوا عليه بصراح مؤقت. وفي الصراح المؤقت عطاوه الباسبور ديالو هرب من المغرب. كويتي داكشي باش كيخرجوا عندكم الكويتيين نريد تغيير تبون راهم طامعين في والاماراتيين والقطريين والاماراتيين راهم باغيين الجزائر تكون بحالها بحال المغرب. باش يدخلوا الصهيونيه. واش الهم ديال المغاربه؟ اقسم بما اؤمن باعز ما عندي هي الهم ديال المغاربه هما ما يجيش توريست بحال كيجي دابا لهنا يجي يقلب ولدين امو بعدا منين جاي فين غادي عند من غتمشي شحال غتجلس وتصاور ديال امك تحطهم الشمسيه وهذه ويديروا عليك البحث وعادوا سوف يجاوبوك 3 شهور ولا 4 شهور ويجاوبوك ولا ما يجاوبوكش. هذه هي الجزائر. هذه الجزائر هي شوكه في حلق كل مستعمر ديال موك وفي كل عملاء وفي حلق كل عملاء المستعمرين. لا فيريتي وي واوروبا الكرامه ديالها ما وصلش للجزائر. اوروبا اليوم بالله والله ما عارفينها. والله ما اوروبيا عارفينها وحاسين بها كيفاش الجزائر انديبوندون ليكونومي ديالها والمانيا لونجلتير كلشي شاده هنا الازرق الكيان الازرق اللي هنا كتعرفوا هذاك الايباك واللوبي ديالهم اللي شادين كلشي بالتصاور مع دراري صغار.
وهذا هما فعايل كلهم بلاك مان حسن دو كان كيدير هذا الشغل حسن دو كان خويا كاينه واحد النقطه واحده حيت خصنا ندوزو فقره اخرى ولكن شوف نخلي لك 5 مينيت لا خليك 5 مينيت تكمل وجهه نظر. لا خويا غنكمل شوف باختصار حسن دو دار الشونطاج لارين لونجلتير باش تعطيه هذوك الدراري اللي كانوا ضربوه ومشاو مكوار كويرا ومكوار اللي هربوا بالطائره ومشاو لجبل طارق فاش داروا له لوكو ديال الطياره. عرفتي باش جاب هذوك البريمير مينيستر ديال الانجليز قال لهم هذو طلبوا له سياسي ما صافي يجلسوا. حسن دو صيفط تصاور ديال لي برانس مكالزه كانوا كيجيو يغتصبوا الاطفال ويقتلوهم ويشربوا الدم ديالهم في طونجي، وبهذاك الشوهه اللي وراها عطاتو هذوك الجوج. هذه حقيقه هما راه كيعرفوا هادشي خدام ولكن كيخدموا به حتى هما بالشونطاج. ولا شي علاش كيصوروا التوريست في لوطيلات عند الحماريكا البوليس كيصور الناس كلها في لي زوطيل تعرفوا هذه. ثانك يو فيري ماتش. كلمه ديالك كما الزعيم. غادي ننتقلوا للفقره الثانيه اللي هي الفرق ما بين كنتمنى ريتشارد بن عزوز يبقى معنا غير على جال ريتشارد بن عزوز هنايا راه خصنا مليون لايك زعما بصراحه. معنا ايقونه حكيمه حكيم جدا ريتشارد بن عزوز، ثقافه عاليه جدا وروح نظيفه بالرغم ما تقولوا على عزوز اللي بغى يقول عليه، يعني الطريقه باش كيتكلم ولا انه كيطيح الهضره. عزوز واحد الانسان يحب الحريه وما عندوش شروط في الحريه، ما عندوش شروط في الحريه، يحب حريه الانسان واستقلاليه الانسان واستقلاليه الشعوب وسياده الاوطان. هذا هو علاش كيناضل ريتشارد بن عزوز. لكن الحيف اللي مر به عزوز هو اللي كيخليه يعني يكون فض بعض المرات، كيخليه يكون يعني كيتكلم بالكلام النابي. وزعما لا اختلف عنه في شيء ريتشارد بن عزوز. انا في هذه القضيه هذه ديال انني عندي ما نخبع انا مع العبيد. تصور انا جاي من دوله ديال العبيد، شنو بغيتيني اي طريق؟ جاي انا من دوله كيجلسوا الناس على القراعي، جاي انا من دوله ملي كيشدوك في الصطافيط ولا هادي وانت كتكلم على السياسه ولا هادي كينوضوا ينيكوك ويغتصبوك في الصطافيط قبل ما توصل للكوميساريه ولا في الحبس ولا سولوا الرميق الدور يقول لك دخلوه للحبس مسكين، جابوا له 4 ديال الناس صحاح شداد غلاظ بداو ينيكو فيه مسكين. سولوا الرميق الدور، تبكي تسمع القصه ديال الرميق الدور اللي تكلم فقط على اليونيفورم ديال داك ديال المكتب لا شريف للفوسفات اللي كان خدام فيه. خرج وبدا يقول لهم راه هادشي قديم وراه ما كي لا يعني لا يستجيب ما يسمى بالسلامه الجسديه للناس اللي كيخدموا في هذا الفوسفات والاشعاعات ديال الفوسفات والكيميكالز وهذا الشيء. شدوه داوه للحبس وبداو ينيكوا فيه. الفقرة الثانية التي نتكلم عنها وما هو الفرق ما بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وما بين الجيش الملكي ديال العبيد. سنظهر لكم بالبرهان التاريخي والواقع اللحظي التاريخي والواقع اللحظي. يعني الا اذا كنت انت ماشي غير حمار، واخا الحمار شتي الا جبت انا شي حمار وحطيته قدامي هنا وبديت نقول له اقسم بالله الى الحمار ونبقى نوريه ونقول ليه حتى غيدير لي غيدير لي هذا يشير بفمو يشير. ولكن نتوما لا تستجيبون، ما بغيتوش تفهموا هذا الشيء. هذا غادي نوريكم فيديو بعدا كنحيي الجيش الشعبي الوطني الشعبي الجزائري وتحية عسكرية لشرفاء الجيش الوطني الشعبي الجزائري في يومه الوطني الذي كان البارحة. ربما نحن متأخرون شيئا ما، لكن نحيي الجيش الشعبي الوطني الشعبي الجزائري ولكل فرد من أفراده.
لكل فرد من أفراده ولكل ذرة من هذا الجسم المكتمل الذي يحمي هذا الوطن الجزائر ودرع الوطن ضد كل دخيل، والذي هو سليل ليس فقط جيش التحرير الوطني، لكن هو جيش سليل الجيش النوميدي. نبقاو مع هذا الفيديو. تحياتي لكم، وغادي نخلي لكم عزوز الحر هو اللي غادي يعلق على هذا الفيديو هذا. سيد العقيد، هل لك أن تعطينا تفاصيل أكثر عن التاريخ العسكري للجزائر في الفترة النوميدية؟ نعم، فترة العصر القديم يعرف من خلالها المتحف المركزي للجيش بالدولة النوميدية أو المملكة النوميدية من القرن الثالث إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويبين ملوك نوميديا وأيضا الحدود الجغرافية والتاريخية لهذه الدولة التي كانت قبلا مكونة من مملكة الماسيل والمازيسيل. ثم نعرف بقادة هذه الدولة بداية بماسينيسا بن غايا موحد هذه المملكة القوية، وأيضا الذي عرفت فترته بازدهار الاقتصاد والجيش والمجتمع ككل. ثم أيضا نمر إلى باقي ملوك وقادة هذه المملكة النوميدية، بداية بالملك سيفاكس من 220 قبل الميلاد إلى غاية 203 قبل الميلاد، ثم الملك النوميدي ميكيبسا من 148 قبل الميلاد إلى 118 قبل الميلاد، ثم يليه الملك النوميدي يوبا الأول من 85 قبل الميلاد إلى غاية 46 قبل الميلاد. بعده يأتي الملك النوميدي يوبا الثاني من سنة 50 قبل الميلاد إلى غاية 23 ميلاد. يليه بعد ذلك الثائر الملك تاكفاريناس المعروف بثورته من 17 إلى 24 ميلادي. يليه الملك النوميدي بطوليموس أو بطليموس الذي ملوك هذه الدولة النوميدية. ثم نعرج على التعريف بنماذج من القطع النقدية المسكوكة في هذه الفترة، وهي عبارة عن إنجازات فنية مكبرة لهذه القطع التي تعبر عن قوة هذه الدولة الضاربة في هذه الفترة. إذن دولة جزائرية معروفة آنذاك بمملكة نوميديا، لها أقاليمها ولها مسكوكاتها النقدية، بمعنى أنها كانت دولة كاملة السيادة. هذه الدولة والإنسان الجزائري المعروف آنذاك بالنوميدي ارتبط ارتباطا وثيقا بهذه الأرض، ولذلك خاض معارك ضارية، معارك تاريخية قلبت موازين التاريخ في تلك الفترة. سيد العقيد، هل لك أن تعرفنا أيضا عن أهم المعارك التاريخية التي شارك فيها الجيش أو العسكر الجزائري في تلك الفترة؟ نعم، أبرز المعارك التي عرفت في هذه الفترة هي معركة زاما الشهيرة، وهي في فترة آخر الحروب البونية في حوالي 202 قبل الميلاد. وسوف نرى أكثر تفاصيل من خلال هذا المجسم أو هذه الماكات التي تبين الخطة التكتيكية البارزة في هذه الماكات، التي من خلالها استطاع ماسينيسا أن يفوز في هذه المعركة على الجيش القرطاجي بقيادة حنبال، وتبرز هذه المعركة قوة المملكة النوميدية أيضا، واستطاع بعدها أن يسيطر ويمد نفوذه على كامل نوميديا الشرقية والغربية، وتبرز هذه الدولة وعظمتها وقوتها مباشرة بعد هذا الفوز التاريخي العسكري الساحق في معركة زاما في 202 قبل الميلاد. جيش نظامي قوي امتلكته الجزائر في الفترة النوميدية، أبرزه وأشهره عرف بفرسان نوميديا الذين امتلكوا تكتيكا قتاليا فعالا في الميادين، استطاعوا من خلاله إخضاع الأقاليم وهزيمة الجيش القرطاجي بقيادة حنبال. معركة زاما التاريخية أهم المعارك والانتصارات التي ميزت الجيش النوميدي في الفترة القديمة. السيد العقيد، هل لك أن تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه المعركة المحورية في التاريخ القديم لشمال إفريقيا؟ نعم، معركة زاما حوالي 202 قبل الميلاد
تعتبر منعرجا حاسما في تاريخ العسكري للدولة الجزائرية وفي تاريخ المملكة النوميدية خلال فترة الحروب البونية أو آخر الحروب البونية، حيث استطاع هذا القائد العسكري الجزائري الفذ ماسينيسا من هزم أقوى الجيوش المنطقة وهو الجيش القرطاجي بقيادة حنبال، من خلال استعماله لهذا التكتيك القتالي ومن خلال فتح صفوف الجيش القرطاجي مستعملا هذه الأصوات، من خلال هذه الأصوات وهذه المزامير التي كانت تفزع الجيش الفيلة الجيش القرطاجي، فكان عند تراجعه يحطم ويدهس هؤلاء المشاة وأيضا يفتح الصفوف. وكانت ثغرات يعني سمحت للجيش ماسينيسا بإلحاق هزيمة نكراء للجيش القرطاجي وبداية فرض نفوذ وسلطة وقوة الجيش النوميدي في هذه الفترة. ثم تلاه بعد ذلك يوغرطا الذي سوف نصل إليه من خلال هذا الجناح التاريخي. إذن يوغرطا أيضا من أبرز الملوك والقادة العسكريين لنوميديا أو الجزائر قديما، يعني ما هي أهم إنجازات يوغرطا العسكرية؟ يوغرطا هو الذي حكم المملكة طبعا من 212 قبل الميلاد إلى 105. كانت له يعني صراع دائم ضد أطماع ومصالح الإمبراطورية الرومانية، وخاض عدة حروب إلى من بينها هذا حصار سيرتا، وأيضا كان إلى غاية سجنه في حوالي 105 قبل الميلاد من قبل الرومان، ويعني سجن وقتل وتوفى داخل السجون الرومانية. بعد الفترة الرومانية تواصلت الأطماع الأجنبية في الأقاليم الجزائرية أو النوميدية آنذاك، غير أن الجيش النوميدي واصل دفاعه عن حرمة هذه الأقاليم. نعم فعلا بعد الفترة الرومانية نبين من خلال هذا الجناح التاريخي الجيش النوميدي الجزائري تاله دفاع عن الأراضي الجزائرية في هذه الفترة ضد الغزو الوندالي ضد الشعوب الجرمان الآتية من أوروبا إلى شمال إفريقيا من بين 429 إلى غاية 533 ميلادي، ثم تليها الدفاع ضد الغزو البيزنطي من 533 إلى 640 ميلادي، الذي هو الجيش إمبراطورية روما الشرقية، والذي حاول فاشلا السيطرة على هذه المناطق أو هذه الأقاليم الجزائرية النوميدية. ومن خلال هذه المجسم الفني نبين أبرز يعني التحصينات البيزنطية في الجزائر، وهو هذا التحصين هو القاعدة العسكرية البيزنطية تاموغادي في ناحية باتنا، والتي بناها الجنرال البيزنطي سولومون محاولا فاشلا السيطرة على المنطقة وإخضاعها لنفوذه، إلا أنه لم يستطع يعني إخضاعها نظرا لقوة وبسالة واستماتة الجيش الجزائري النوميدي في هذه الفترة. شكرا. إذن وتتواصل انتصارات ودفاع الجيش الجزائري عن هذه الأرض طوال المراحل التاريخية وطوال الفترات الزمنية التي عرفتها الجزائر. ريتشارد بن عزوز لك التعليق. قلنا شكرا لك على هذا معلومات غنية. علاش هذه المعلومات غنية؟ لأنها قليلة، وهذه المعلومات هذه أنا باغي نعمل منها السيري. ما تكمل يا عزوز. نعم سمحتي لي عزوز، قبل ما تكمل بغينا نشكروا بغينا نشكروا الناس اللي معنا في تيك توك، لاننا على الهواء في دار السيبا وكذلك في تيك توك، والناس اللي كيشاهدونا هنا في تيك توك رجاء لا تنسوا الاشتراك كذلك في دار السيبا والمشاركه والمشاهده في دار السيبا كذلك، لان هذه المباشرات وهذا يعني هذه الفيديوهات تضربهم في عقر دارهم هذا المخزن، وعقر دارهم هما العبيد اللي عندهم. هاد العبيد عندهم واحد الطريقه ديال التفكير يعني ديال سنين من العبوديه، نريد ان نفهمهم ونريد ان يعني نريدهم ان يكونوا واعون بحجم يعني المؤامره التي
تحاك ضد الشعب المغربي. تحياتي لك عزوز، وتفضل اعتذر. شكرا لكل شيء جميل في غاية المعلومات. احنا منصرفين وكيطلب الوقت باش الانسان يدرك ويفهم ويستوعب. هذا هو احنا الخدمه ديالنا، باش الناس تستوعب مواقفها وتستوعب تاريخها وتستوعب فين وصلت بها وعلاش توصلت بينا حنا لهاد اللي كتسمى كالاميتي، اللي كتسمى انفامي، اللي كتسمى لاباس. يعني ادل مرتبه وصلنا لها حنا في البلاد ديالنا انفورتوناتلي، وهذا هذا حق الواحد يتكلم فيه. شكرا. ثانيا هذا البرنامج اللي وريتينا اللي هو نسيج معلومات تاريخيه حقيقيه وفضيحه، لان راه قبل الميلاد 200 300 500 سنه قبل من الميلاد، علاش كنتكلموا على هذا الشعب او على هذه التربه ولا على هذا الوطن ولا على هذه الثقافه ولا على هذه الحضاره، سميها كيف ما بغيتي، كتطلع بانها ثقافه متقدمه. وهذا اللي جعلها عندها اعداء كثار. واول عدو ديال الثقافات العالميه والحقيقيه وهي الانجليز اللي كيتسمى الفاتيكان. الفاتيكان عنده تقريبا 5 كيلومتر اكثر من ديال المعلومات مكتوبين بالحدود مكتوبين باللغه ما كان حتى واحد ما كيفهمها. علاش؟ هذاك هو تاريخ الكره الارضيه. هذه المعلومات اللي الجزائر في قبضتها او لا بتاريخها ولا وارثها ولا مالكها، راها معلومات ثمينه ما عندهاش ثمن. وانا اللي كنفهم في هذه الامور على الدراسه ديالي وعلى الميدان اللي كنت كنخدم فيه وباقي كنخدم ليه عقلي، وهي المعلومه والكوميونيكاسيون وهي السينما والانتاج، باش يعني توضح هذاك التاريخ يبني احسن سيري ديال تاريخي احسن من اي شيء شافته الكره الارضيه. الا قدرنا نعملوا واحد السيري لتاريخ الجزائر على هذوك الملوك، غادي نتخموا. انا الدريم ديالي، الحلم ديالي هو نقدر اذا قدرت نحقق واحد السيري، ماشي بور لارجون. انا ما كيهمنيش فلوس، الناس اللي يكبروا معايا يقولوا لي انا بشويه كنعيش، ولكن البليزير هو نوفرير واحد الشاف دوفر اللي ما كاين حتى واحد مو ما دارو. اليوم دابا الكازا كيتفخموا علينا بشيكسبير، كيتفتخموا على العالم. الفرنسيين كيفتخروا على العالم بموليير ولاج لوميير. يا لي زالمون عندهم حتى هما باش يفتخروا اول يونيفرسيتي في اوروبا من بعد الاندلس راه كانت في الانجليز اللي كانوا كيقراو فيها الملوك الانجليز. عندي زالمون. حنا عندنا احسن، ولكن ما عندناش الوسائل ولا الناس اللي غادي ياخذوها على كتفهم باش يخدموا في هذا البرنامج، باش نخليو ضربوا اوروبا وامريكا والعالم كله. لا الصين حتى هما راه عندهم، راهم خدامين، وكتشوف راه الثقافه ديالهم راه بدات كتبان. يعني الفروي صادوني دو لور كولتور. حنا عندنا، ولكن راه عندنا الاعداء كيهرسوا لك كل شيء، دائما كيلوحوا لك الجلفه ديال البنان بارتو اي اجامي ما ايفون با سيسي. الاعداء ديالنا علاش؟ حيت خاصهم يديرونا في الشكه، خاصهم يخشيونا في البياج، وباش يحشي الانسان في البياج ويعبدوه ويضغط عليه خاصو يحيدوا الادوات كلها اللي غادي تطلعوا في المستوى اللي كيتسمى الباريتي ولا كتسمى ليغاليتي. هما كيحاربوك على ليغاليتي، وحنا عندنا كثر باش نسكتوهم. ما يدويش، ما يقدرش يدوي الا كتوريه الافيدنس فاكت، باسكو action speaks louder than words كيقولوا. l'action parle plus haut que les mots. حنا عندنا، انا كنفتخر بهذا التاريخ لان انا من ديك الارض، ولكن هذيك الارض راه هي مقسمه
قسموها اصاحبي بالجرام وبالسنتيمتر وبالمتر باش تقسموا شمال افريقيا. شكون؟ لصوص اللي هما اليوم في البلاد ديالي. انتم كتشوفوا شنو كيعملوا في البلاد ديالي. الذهب ديالنا شحال عندنا ديال الذهب؟ فين كيمشي الذهب ديالنا؟ بالتريليون. كيمشي لدبي كيفرقوا بيناتهم، كيمشي لاوروبا كيشريو به الياطات، كيشريو به القصوره بارتو، خوات هادو كيشريو قصوره كلشي. يعني عاش عندنا البورجوازيه اللي هي لاصوص. حنا عندنا البورجوازيه لاصوص. وانا اللي كنبي معاكم انا مفتش الضرائب الحضريه في كازابلانكا وطاكسيد. هذو كلهم جليزي ايطابلي. كنعرف العائلات من الاصول صهيونيه باقيين معنا. مش انتوا وحده قالت لكم، واحد الصهيوني قالت لكم راه هي حاجه. اشنو قالت لك؟ حاجه ومسلمه، وهي راه كضرب هي اسرائيليه جات من اسرائيل. هي اللي كتستقبلهم وكتدز لهم الورود في الايروبور، كتهز الدرابو ديال الازرق وكتستقبل هذوك الافواج اللي كيجيو باش ياخذوا لينا بلادنا. واليوم دابا ولات دخلت في الدين، ولات فقيه. كتقول لكم علاش تدوي على الشيعه. خصكم تشوفوا هذه. انا تما تقادات ليا شو ليا الرويض. كنقول واش البلاد ديالي ما فيها حتى واحد اللي يقدر يتكلم على الحق؟ انتم كتشوفوا هذيك الدريه اللي بنت البورجوازيه اللي كيقريوهم العبريه في الرباط، كاينه معهد من زمان هما كيبريباريوهم لانه كيتمشاو اونصومبل. علاش؟ بوركوا تو سكي سو سومبل سو راسومبل. وهذه القصه. علاش هما سو راسومبل؟ باسكو سون لا ميم اسمو الميم بوا. وهذا الميم بوا راه هو اللي عامل هاد الشياطين في العالم كله، وهو اللي عامل لنا البيدوفيليا، هو اللي عامل لنا الاحتقار، الاسكلافاج. شكون كان يعمل الاسكلافاج؟ هذا تاريخ واعر. الاسكلافاج شكون جابوا لنا لشمال افريقيا؟ هما الازرق اللي جابوه. هذه العائله اللي حاكمه اليوم العلج ودار المهرات اللي كانوا كيتجروا في العبيد وجابوا عبيد البخاري. علاش هاد المغاربه ما بغاوش يفهموا هذه؟ علاش المغاربه كيسبوا الجزائريين بالكابرانات؟ واش امك هذاك راه ماشي مواطن جزائري باش تقول ليه انت كبران وانت عندك صهيوني كيحشي فيك القرعه يا المغربي ومجي كيسرق لك بلادك وكيضحك عليه يهملك. انت مهمول ومسميك الرعايه وكتبوس ليه يدو. نتوما هادو دابا اللي كتقولوا شرفاء وما عرفتش شنو مقدسين كانوا كيبوسوا الصباط ديال لي زوروبيان وعندي تصاور، وكانوا خاصهم يندمجوا معاهم في الماسونيه وعندي تصاور. الحسن الاول كان ماسوني مصور بهذيك الايبرن اللي كيلبسوها الماسونيين. علاش الايبرن اكزاكتومون؟ خصكم تعرفوا تاريخ الانسانيه. هذيك الايبرن اللي كيلبسوا الماسونيين من عهد الانوناكيس في العراق. كانوا هذوك لي زانوناكيس اللي تقراو على هذا الشيء. قراو هذا لوست بوك اوف انكي، كتاب انكي المفقود. قراوه قلبوا عليه باش الانسان يحضر نفسه ويعرف بان هذا مكذوب عليه. هذوك اللي كانوا كيخدموا عند الانوناكيس في الكوزينه وفي الدار هما اللي كانوا كيلبسوا الايبرن، وباقيين الان كيلبسوا الايبرن الماسونيه اللي سماو راسهم اليوم الاليميناتيز. اللي هما كانوا ماسونيين. وشكون هما الماسونيين؟ كانوا دي بريتر، كانوا كيتسموا النايت تامبلرز. كانوا كيعالجوا المرضى اللي كانوا في الحروب الصليبيه، وفي الليل كيهزوا الادوات ديال البني وكيخرجوا زعما يبنيو دوك لي طومبل. هما ما كانوش كيبنيو، كانوا كيمشيو يسرقوا لي تريزور اللي خرجوا، اللي سمح لهم هذاك صالح الدين الايوبي سمح لهم يخرجوا دي باطو عامرين بلي تريزور ولي ديامون كل لي بيير بريسيون ديال تاريخ الانسانيه والذهب. به حلوا اول بنكه في نيذرلاند تحلت اول بنكه في 1400 وشي تخربيقه تما. وباش تحل هذيك اول بنكه في العالم تحلت بديك الفلوس اللي مسروقين لينا حنا من الميدليست. نتوما مسروقين لكم نتوما من الميدليست، لان انا ماشي من الميدليست، انا من شمال افريقيا. علاش نقول لكم تاريخ شمال افريقيا خصنا نحترموه. شكرا تكلمت كثير. كمل الجمله الاخيره الزعيم كمل. تاريخ شمال افريقيا خصو يتحترم
تاريخ شمال افريقيا ديالنا كلنا، حنا كلنا كتعنينا هذوك الاثارات لانه ديال بلادنا. كيفاش تقول لي هذوك جزائريين وانت شكون؟ انت داخلي. الا كتكره الناس ديال هذيك المنطقه دوك انت داخلي، انت صوصيص، انت من الكيان الازرق اللي جيت تعمل لي الفتنه في بلادي وتقسمني ودير لي الخريطه ديال فرنسا. شكون قسم شمال افريقيا؟ ماشي فرنسا. راه كانت كل دوله وحده بغيتو الخرائط. هو التاريخ كيشهد علينا، بغيتو الانسانيه التاريخ كيشهد علينا. شكرا سعيد. بعدما كنا يعني نتكلم عن شمال افريقيا بكل جديه، الان سنمر الى مرحله هزليه، لان كنا نتكلم عن جيش الجد، عن جيش له تاريخ، عن جيش له تاريخ نوميدي ولديه تاريخ حديث. الان كيوقف لهم هنا في الحلق العبيد، وكيوقف الاستعمار الاوروبي هنا في الحلق، وكيوقف الخلايا الارهابيه هنا في الحلق اللي هي مدعومه القوى الامبرياليه، ومن كذلك ومن طرف العملاء ديالهم اللي هو المغرب، الملكيات عموما. لان على ما اعتقد بقات الجمهوريه الجزائريه والجمهوريه التونسيه والجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه. الان غادي نشوفوا شيء من الهزل اللي كنا كنتكلموا على جيش جدي وعلى جيش فعلا لديه تاريخ حقيقي ولديه مبدأ ولديه روح شعبيه، الى جيش العماله بني من خلال المستعمر، أسس من خلال المستعمر، وأهدافه هي أهداف المستعمر، وهو كذلك الآن لا زال مستعمر، يستعمر الصحراء الغربية، يستعمر إخواننا الصحراويين. أجي نشوفوا كاملين المهزلة ديال الجيش المغربي والاحتفالات، وهو هادشي كله كيديروا دابا المخزن داروا في هذه المرحله. هو ما كيجيش دابا هذا حفل داروه مؤخرا العبيد في هذا عيد ما يسمى بعيد القلاس، داروه العبيد باش زعما يبينوا ان تا هما عندهم جيش وانهم تا هما كيديروا الاستعراضات وهذه الخاويه. ولكن عرفتي شنو راه جابوا الدقيقيه، وهما جايبين دوك الضباط جابوا الدقيقيه. انا نوريكم من بعد، نوريكم الدقيقيه. ولكن نشوفوا بعدا شكون هما الرؤساء ديال الجيش، ماشي عمي شنقريحه ولا عبد المجيد تبون ولا رجال اللي هما واقفين. الناس اللي كيقول لك على عبد المجيد تبون وانا يخدم مصالح فرنسا، وكيفاش كيخدم دابا هادو ولاد العايرات. انا ما كيبغيوش تفهموا لي كاع انايا، ما انا يعني المنطق كيحبس معاهم. يقول لك هو خدام ديال فرنسا، وحنايا دابا ملي جا عبد المجيد تبون هو منع كاع دوك رجال الاعمال اللي هما كيستغلوا الجزائر والاموال الجزائر، منعهم. الشركات ديالهم ديال الفرنسيه حيدهم، منع الاستيراد ديال الاشياء الامور والمواد اللي هي يعني لا تخدم اقتصاد الجزائر، كلها منعها. ونتغاضاو نغضوا الطرف حنا على هادشي هذا كامل دبلوماسيا. نشوفوا الواقع الفرنسي الجزائري شنو فيه. كاين صراع ما كيقدر فيه حتى شي قناه. الا كتامنوا نتوما بالاعلام وبالبروباغندا، ما كاين حتى شي اعلام ينفي ان هناك صراع قوي مشتد بين اليمين المتطرف الفرنسي وبين الرئاسه في الجزائر او القياده في الجزائر. اذا باش يمكن لك تفهمني انا وتقول لي لا عامل فرنسا وليدات فرنسا وهذه، ولا راه فرنسا وفرنسا اللي دارتهم، غادي نكونوا نكحتوا لنا المخ ديالنا والمنطق ديال الدماغ ديالنا نكحتوه. واش كتضحكوا على البخوش؟ كتضحكوا على بوزباله تجيو تضحكوا علينا حنا ولا شنو؟ حنا راه ما كتضحكش علينا، حنا راه ماشي بخوش، حنا راه كنقراو كنعرفوا الفرنسيه ونعرفوا نقراو العربيه ونعرفوا نقراو الانجليزيه يا بوزبال يا الحمار. وعندنا ادوات للتحليل
وعندنا مناهج للتحليل. انا ما بخوش دين امو كي داير على بوزبال كيدخل دابا كيجيهم واحد اصحاب الهضره المدرسي بحال داك امير ديزاد وبحال داك بولحيه ديال الطاليان شو سميتو اللي كيقول لهم البعره الحمره. دين امو جاهل ما كتصنتوا الجهلاء دين يقول له عمي تبون البعره والحمره. الهضره ديال البخوشين عن دين امكم حتى هاد المعارضين اصاحبي. حنا يعني اريد من الجزائر ان تنتج لنا يعني معارضه عقلانيه، معارضه تعلم جيدا ما تقول، لا تضع يدها في يد المخزن. وزعما شوف كنحترم اي معارض جزائري ما يديرش يديه في يد المخزن. هذاك تما انا تما هذاك نسكت عليه ما نهضرش عليه. لكن واحد يجي يدير يديه في يد المخزن كتصبح العدو ديالنا، كتصبح عدو الشعب المغربي. واش يمكن لك تخفي واش يمكن لك تخفي الآلام والمآسي ديال الشعب المغربي؟ انا قلتها لكم مؤخرا، قلت لكم انني مشيت للمستشفى هنا في الجزائر، ما عمريش داك المستشفى عندنا في المغرب وما عرفوني لا مغربي ولا جزائري ولا جوج المرات مشيت للمستشفى هنا وشفت بعيني ما عندهمش هادشي. كيقول لي واحد عندنا الطبيب كيقول لي لا ما عندكم والو راه شادينكم العسكر. انا والله انا عندي نزام البوك، والله انا عندي الكلب اللي ولدك. المهم ندخلوا للهزل دابا. عزوز راه بدا يضحك، عزوز بدا يضحك. باقي نخلي مع عزوز، نخلي لكم العبيد. انا عزوز هو اللي كيعرف ليه. ودابا شوفوا غتدخلوا غتشوفوا. راه جاني تليفون دابا الكولونيل ماجور. شوف الكولونيل ماجور الحسن ابن محمد. انت شوف راه ضرب لي التليفون بعدا. شوف قبل ضرب لي التليفون قالوا لي غادي يصيفطوا لي سلمى باش تنيغوسي معايا، دوز معايا واحد الوقت. وفي نفس الوقت قالوا لي نقول لطارق، قالوا لي نطلبك باش تشوف هذيك الميزانيه القصور والتشريفات. قال لك خاصهم يتريبليوها. الميزانيه القصور. هذاك الميزانيه خاصهم يتريبليوها، ما عرفتش كتريبليوها. شوف الا تقدر دير شي حاجه من جديد. محمد انت باغي تعايبني مع سيدنا وانا باغي الخدمه ديالك، انا باغي نجري عليك باش ناخذ الخدمه ديالك. لا شوف اخي خذ خدمتي نعطيها لك دابا، ما تعايبنيش مع سيدنا الله يرحم لك الوالدين. ما تعايبنيش. لا الا ما شوف الا ما صيدتكش بشي قضيه بانك انت ضد سيدنا، راه انت مغربي ياك ماشي اعترف بيا. انا خدام اصاحبي، انا خاصني الفيرما. شوف خاصني الفيرما، خاصني الكريمات، خاصني التزواج، انا خاصني 4 العيالات. وخصك تعرف خاصني نمشي نصيفط الوالده للحج ونصيفط بنتي تقرا في واشنطن. دابا شوف مراتي غادي نصيفطها، انا مراتي غادي نصيفطها باش تشري الزبل من الطاليان. في خباركم باللي المغرب شرا الزبل من الطاليان. نمروا الزعيم، نمروا المهزله والكوميديا. شوف داك الشاب العربي اللي في الجلابه بعدا خصكم تعرفوا هذاك بعدا كتعرفوه. خصنا نديروا لكم بعدا دابا الشعار ديال الجيش الملكي. خصنا ندير لكم هذا الشعار هذا ياك معاكم كتشوفوني. ندير لكم الشعار بعدا ديال الجيش الملكي. الشعار خصو يكون يليق بكم كجيش ملكي عظيم. جيش ملكي نصنعوا لكم نحن الجيش الملكي نحن الجيش الهالكي الهالكي زيان كباطة. احنا لانسيان كباطة. احنا لانسيان كباطة. انا ضربت شوف انا ضربت ايطاليا، ضربت فرنسا،
اي شوف وقتلونا بالجوع والطيارات دوزت له السوليد يا موجود ما يهمش. مزيانه تاري نحن الجيش الملكي المهلكي تتري شعارنا الله واحد تتري الله عالم تتري الله عالم والوطن غامل والملك زامل ومهزلة تاريخية اللي غادي يشوفوها ديسي ديزون 10 سنين غادي يعضوا يديهم فاش يشوفوا هذا الجهل اللي كيعيشوا فيه. نهار نحرروهم اخويا. شوف دابا الكولونيل ماجور بدرجه جنرال في عمره 22 عام دين ما كيعرفش حتى يمشي. والاخر اللي قاتل البنت في البحر البحريه كامله كيبيع التونه. البنت اللي ضربها اللي ضربوها حياه عقلتي على حياه ضرب كيديروا فيها مسكينه. I still remember. راه هذاك ليفرون هذاك السكيري هو اللي قاتله. رحنا بقينا بزاف باش نكملوا كويكلي. الله يحفظك باش ما نضيعوش الوقت. راه واقيلا دابا عندنا ساعه ونص باش مازال عندنا محاور. الله يحفظك نعلقوا نشوفوا هذا الشيء هذا. نحيدوا بعد هذا الخطاب هذا باوز شعار الزوامل. انا بوز يا اخويا. باوز والصلاة والسلام على شوف هذا راه الزامل الحساس اللي كينعس على كرشو هو ربى هذا البيت العامة. قال لهم ربى هذا البيت. مازال ما سمعت. ربى هذا البيت قال لهم. معشر الضباط، يسعدنا أن نستقبل اليوم الفوج الجديد من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية. واش بعدا غير واحد القضيه، واش ما كتشوفوش هذا القمقوم ديال ولدو المعتوه كيفاش زعما كيبغي يعيق؟ هو غير 22 عام وعطاوه كولونيل ماجور ديال مو ما عمرو ضرب تابونيه ماشي لا حرق قرطاسه ولد الكلمه. وشو كيدير بغيت غير نوضح لكم هذا الشيء. بقى زعما كيشوف زعما قدام الكاميرا هو عارف راه شادينو بالكاميرا وزعما كيبغي يتبوغاس ولا كيبغي يبان صحيح زعما ولا زعما راه قاد ولا. وداك الكلب اللي حداه خوه عمو رشيد ليبرون كي داير صاحبي. شوفوا دابا هذا هو الجيش اللي باغي يواجه الجزائر. هاد القاده هادو قال كيوقفوا قدام شنقريع. وشوف غير الفيستا اللي لابس راه كلها ديفو. شي لافيست اللي لابس جينيرال كل هذه فويات. والله الا برافو الزعيم. الفيست اللي لابس ولد الكلبه هنايا اقسم بالله الا كل هذه فويات هنايا. وهذا رشيد كل هذه فويات في الخياطه. واش كتشوفوها ولا ما كتشوفوهاش اخوتي؟ اقسم بالله الا كلهم ديفويات. اللي مخيطين لهم الخياطه اللي مخيطين لهم هذا الشيء هذا. شوف من برشيد ولاد عمت فؤاد علي الهيمه البدوي. راه هذيك ولاد عمامه هما اللي شادين هذا الشيء. وشكون اللي شاد دابا القصار كله؟ القصار والسفارات شادينهم هذا واحد العائله سميتهم هذيك العائله هما دايرين امباسادورات كلهم ولاد الخونه ولاد القيود ديال فرنسا. البجعدي داخل ضربوه في نيويورك. عطل لي الباسبور ماروكان شدو ما عرفتش 6 شهور. عيط له قلت له قال لي كدوي معايا بحال هكا حيت انت 3000 انا من لوس انجلوس. عيط له هو في نيويورك نهار اثنين قال لي كتكلم معايا حيت انت بعيد. قلت له غدا غادي نجي تما للبيرو غنخلي ضربو ديال امك وتخلص لي لافيون وتخلص لي النهار اللي ضاعت الخدمه وغادي ناخذ الباسبور ديالك. ويقول لي اخويا قلت له راه انا انسبكتور دي زامبو يوربان. قال لي علاش ما تقولها ليش؟ قلت له تعودني نقول عطيني حقي خلصتك شد لي باسبور 6 موا هو شاد الباسبور في التيروار سميتو بالجعدي. وكلهم ولاد الخونه وهما اللي دايرين بهذه العاهرات. ولاد الخونه ديال الاستعمار هما اللي شادين المخزن. وعيقوا نتوما يا الحمير. ولكن نتوما اغلبيتكم ولاد
عبيد البخاري مع من انا داويه مع من كندوي، شعب خائن. صحيح. خلينا نسمعوا العسكرية والأمنية والترابية لأداء القسم أمام جلالتنا جلالته قائد الأعلى ورئيس جلالته العامة جلالته. ونغتنم هذه المناسبة والعبد هذه لإشادة ولا ما الزواج. تميز به مختلف مكونات شعب الزواج. قواتنا العسكرية والأمنية من كفاءة واقتدار في النهوض بواجبها الوطني والاجتماعي والإنساني. وقد قررنا أن نطلق على فوجكم اسم السلطان أحمد المنصور الذهبي الملوك اسم السلطان المنصور الذهبي. الذهبي واش كتعرف على سماو الذهبي؟ كان كيسرق الذهب. سرق الذهب من كريت. كان واحد الانجليز في واحد الجراس ديال الذهب ومشى سرقوا واحد يعطوا عزوه عزي ذهيبه. والله حتى بصح هاد القصه هذه والله راني عارفه سامع علي هذه القضيه هذه. مشى سرق انجليز، سرق لهم لاكلوش ديال الذهب. بعدا شوف المنصور الذهبي بعدا كان فيه شويه الرجوله، كان يسرق راسو. هادو غزوان يا صاحبي، عزوز الله يهديك. المنصور الذهبي شوف هذا كي دايرين. بعدا المنصور الذهبي قال لك المنصور الذهبي كان راجل عليهم بعدا. وقد اطلقنا هذه التسميه عليكم وبحرا كيخرج ولد القحبه الكلمه باسم المنصور الذهبي. داير القويلبات الذهبي. دين امهم شحال دابا المشكله عزوز فين؟ المشكله فين؟ هو في دين امو شعب كيامن بحال هاد الزوامل هادو. هذا المشكله فين كاينه. هو ان صاحبي كاينين الهمج المغاربه اللي كيبان لهم في هادو هما القاده ديال البلاد. يا زبي حاجه. سمحوا لنا اجي نسمعوا لهم المنصور الذهبي. المغرب الكبار وقد تميز عهده بالتقدم والاستقرار بمختلف مناطق البلاد وانفتاحه على عمق إفريقي جنوب الصحراء، إضافة إلى توطيد علاقات المغرب مع أوروبا. فكونوا رعاكم الله. خليك معهم عزوز. هذا الاسم من غيرة وطنية والتزام بمقدسات الأمة واستقامة وانضباط ووفاء شي إليمونتير أخويا. غير شنو هاد مقدسات الأمة عزوز؟ اشنو هي مقدسات؟ قال لك الالتزام. دابا الجيش المغربي على الالتزامات بمقدسات الأمة. إليمونتير أخبار إليمونتير. وكاع الملوك ديالهم شوف عزوز كلهم هكا. والتزامهم بمقدسات بحال الفقهاء، حتى الفقهاء ديالهم والتزامهم بمقدسات الأمة. خسر فيها فلوس هادشي، راه خاسرين فيها فلوس ديالها. والله حتى بغيت نركز على هاد اللعبه هذه اللعيبه اللي فيهم، هاد الزمله اللي فيهم الفقهاء ديالهم. محمد الروج الازرق اللون الازرق اخويا. راه اللون الازرق هما كيتحيلوا، ما فيهمش الرجله، ما فيهمش هما الرجوله. هذه وكما عهدنا. ودابا كيقرا من الورقه. وكما عهدنا عن جيشنا والتزامه بمقدسات الأمة. دابا ربكم واش دابا هادي واش ما تعرفوهمش زوامل؟ هاد العبيد هادو هادو الفقايه ديالكم ما تعرفوهمش زوامل صاحبي؟ واش هادي فإذا استقبلت إسباني فعانقه وصافح واقسم معه طرفه بالزكاة. الحسن الثانية. فعانقه وقابل وصافح. شعاركم الخالد الله الوطن الملك كذب على راسه.
وراه هادشي اللي بغيت نقول لك في الاول وراني نسيتها بالهضره اللي كيقولها، لانه قال لك وبمقدسات والتزامه بمقدسات الامه، الله الوطن. انا ادافع عليا ها الجيش المغربي. دابا خصكم تفهموا هذه القضيه. العبيد خصنا نقول لكم هذه القضيه. الجيش الجزائري اللي كنا كنهضروا عليه، اللي هو سليل ثوره التحرير والوالد ديال الجيش النوميدي المقتدر ديال الشعب الجزائري، ما عندوش الطابق هذا يدافع على شي حاجه. اسمح لي عزوز، اسمح لي لازم نكملوا. عنده مبادئ يدافع عنها دستوريا، لديه مبادئ يدافع عنها دستوريا بحال الدستور الامريكي. لديه مبادئ ديال قيم الجمهوريه. هذا كيقول لكم العبيد كما إنكم دافعون عن مقدسات الأمة، الله عالم والوطن هامل والملك زامل. شي فين واصلين انتو؟ شي فين واصلين؟ هادشي ما يمكن لكمش تخبعوه على الجزائريين، لكن حنا اللي جايين نيكودين امكم ما عندكم. الو عزوز تفضل، بغيتي تقول شي حاجه حيت باغي نخلي لك. شكرا لكم بعدا تو دابور نشطوا معنا وتقاسمنا معلومات وتشاوفنا. انا كنشكر الاحرار، وانا اللي كندوي معكم جمهوري اي فيف لا ريبوبليك. الجزائر باش يحسن من الحمارقه احسن منهم، لانه حرروا نفسهم وورثوا الحريه من جدودهم. الحمارقه باقي ما تحرروش وورثوا العبوديه من جدودهم، وورثوا الخيانه والخديعه من هذا الصوصيص اللي لعب لكم الشرفاء صوصيص. واللي كنقول هو انا كنطلب اتحاد الشعوب كلها ديال شمال افريقيا باش الصوصيص ما ياكلناش، ما يحتقرناش، ما يعبدناش، مازال ما يجيش يكب في ولادنا ويستغلوا ولادنا. راه باقي ما عرفناش هذاك ابستين شحال شرا من الدراري من اكادير، كان كيدي الطياره ديالو لاكادير. ابستين هذاك اللي كان كيبيع الدراري وكيقتلوهم وكيذبحوهم. خصنا نعرفوا شحال من طفل تباع في اكادير لهذا ابستين مغربي، خصنا نعرفوها. علاش كان كيمشي ابستين للماروك كيجلس كينزلها في اكادير طيارته باش يعمرها بالاطفال المغاربه. شو الا كنتو مغاربه تكون فيكم شويه ديال النفس، وغير واحد مليام اللي عند الجزائريين اللي ما راضينش بالذل، اللي هما احرار اقتصاديا. نتوما عندكم شي حريه اقتصاديه ما كتعرفوا بعدا حتى غرام ديال الذهب فين كيمشي، ولا عارفين عندكم الذهب في الارض ديالنا، ولا عارفين شحال ديال الفوسفات كتسرق، ولا عارفين الميزانيات اللي كيتخسروا، الصناديق السوداء ديال البوليس والصناديق السوداء ديال الوزراء والصناديق السوداء ديال لي برانسيس، وهذا الماجور جينيرال امبرور جو سي با كي مو هذا ولد الفاسيه. شحال الفلوس عنده؟ راه من اغنى لي برانس في العالم، هذا راه اغنى من السواعده. منين جابها؟ جابها من الذهب ديالي، من الفوسفات ديالي، من النقره ديالي والنحاس ديالي والحوت ديالي وديال الطريق وديال الاحرار. اما نتوما بغيتوا العبوديه لانه تربيتوا وترعرعتوا في العبوديه والنقص والمذله والذل اللي هو الحضاره ديال العبيد اللي متعبدوا، اللي هما باقي كيمارسوا عليكم. وحنا باركونتر والجزائريين باركونتر كنقول لكم تحروا يا الحمير، كنقول لكم يا الحمير فوالا روغاردي اون اريف افيك لا ريبوبليك. كنقول لكم يا الحمير الحمارقه il faut se libérer, il faut rendre ce qui vous appartient à vous-même et à vos fils et à vos femmes. اللي كيجيو العالم كلكم في بناتكم. نتوما دابا
عندكم 18 مليون ديال الكا ديال السيده، كاينه ولا ما كايناش؟ قال الوزير ديالكم. شحال من مليون عندكم ديال الهوملس؟ شحال من مليون عندكم ديال الفقراء اللي جارين عليهم من اراضيهم؟ شحال من مغربي وعائله مغربيه هرسوا ليها الدار باش تعطيوها لسيادكم؟ الصوصيص اللي كتسيرفيهم بالارمي ديالكم، كتسيرفيو الصوصيص بالانفيرميير، كتسيرفيهم باللوجيستيك، كتسيبورتيهم. ما كتحشموش يا المغاربه؟ ما كتحشموش؟ ثانك يو فيري ماتش الزعيم طارق، الاضافه والمجهودات والعنايه والكرامه ديالك. شكرا لك والكوراج وسي. العفو. ثانك يو. بغيت غير باش نختم غنزيد بعدا نشوف هاد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا باغي نديرو استعراض هنايا، استعراض هجين. عندي واحد الفيديو هنا ما غيسعفناش الوقت دابا باش نوريكم الفيديو. عندنا واحد الفيديو ديالهم هنايا جايبين كيجيبوا الدقيقيه، جايبين العائلات ديال المتخرجين، جايبينهم بالدقيقيه وداك الشيء ديال فهمتيني حمادشه وداك الشيء ديال باش يجهلوهم. باش يجهلوهم ويخليهم كلشي عندهم فيه الشطيح والرديح والتكبيل وكلشي عندهم فيه، فهمتي؟ الحضاره ديال العبيد، حضاره العبيد. ما كاينش الشاعر اللي وقف ويتكلم. صح. بقالنا اخويا عزوز، بقالنا واحد اخر فقره في هذا المباشر هذا، هو الخروج قال لك ديال الشعب الجزائري في 8 اوت اللي هي نهار الجمعه بعد صلاه الجمعه يقولون. انا الشهاده اللي غادي نقولها، دخلت التيك توك والفيسبوك واليوتيوب وكنلقى مجموعه ديال اللايفات اللي كاينين هما ديال المغاربه. الا مشيتوا للموروكون انسايدر، الا دخلتوا للموروكون انسايدر غادي تلقاو واحد الفيديو درتو مباشر ديال المغاربه دايرين 8 اوت، باغيين يخرجوا 8 اوت، وكيمثلوا بصوت يعني بلهجه جزائريه. ولكن صعيب عليك واخا تكون مغربي عايش في الجزائر تاع 10 سنين تستمر وتهولدي الكونفرسيشن اكثر من 30 ثانيه او 40 ثانيه وما يحسش بيك صاحب الاذن الفنان ديال الفنان بحالي وما يعرفكش. ما يمكنش واخا تعيش في الجزائر، تعيش فيها 20 عام، تجي تهضر معايا الا كنتي مغربي كبرتي في المغرب نسمعك نعرفك مغربي ولا ماشي مغربي. سي فري. كاين واحد اللكنه ديالهم، كاين واحد اللكنه كيفاش كيحميو وحذاري اللي غادي نقول حذاري من المغاربه الموجودون هنا. انا اوجه هذه الرساله للقياده في الجزائر، حذاري ثم حذاري من المغاربه المتواجدين هنا داخل الجزائر، راهم لا يؤمنون وما فيهمش مشاك الصوت، مشاك الصوت، مشاك الصوت. اللي خصنا نعرفوا ان هذيك اليد الممدوده اللي كيقول لك العلوي، تعرف هذه القضيه، محمد العلوي الصهيوني، هذيك اليد الممدوده باش ما تصيفطليش الناس ديال المغرب اللي كاينين هنا. انا بالنسبه لي غيكون عندي شعور جميل جدا ان تكون حمله كيف ما كانت على الافارقه اللي هما بدون اوراق، يعني كتقول ليغل قانونيه باش يجلسوا في الجزائر. لازم ان تكون هناك حمله من طرف الاجهزه في الجزائر وجمع بوزبال وارسالهم الى الزريبه.
هذه انا رساله كنقولها من هنا كمغربي حر، واعرف جيدا ابناء جلدتي، لان من يريد التغيير عليه ان يذهب الى المغرب ويغير، وعليه على الاقل ان يصدح بصوته من هنا في المغرب. وانا كنت كنشوف بعض المغاربه اللي جاوا لهنا للجزائر باش ياكلوا الخبز، كانوا بلا اوراق وبداو يديروا لي فيديوز في الفيديوز في اليوتيوب، وبداو ياكلوا من دوك الفيديوهات اليوتيوب وخدامين صناعيه. وملي مشاو للمغرب قال لك بلي الجزائر فيها القحاب، الجزائر ديالكم ما عندكمش، نتوما سديتوا علينا سديتوا الحدود. هو كان في الوقت ديال غلق الحدود كان هنايا. المهم هذا تحذير، وماشي زعما شوف ما عند دين ما يخرج منهم. انا نقول لك واحد القضيه، راهم غير عبيد، لا بالنظام ديالهم، لا بهم هما، لا بالناس اللي عندهم الداخل، لا باللي في الخارج اللي في فرنسا واللي في امريكا. راهم غير عبيد، راهم ما كيشريوش، وراهم كلامهم اي انسان وكيشريو، هما كيخلصوا الفلوس باش يشريو الانفلونسرز. هذا الشيء معروف عند المغاربه، كيديروا هذا الشيء. جابوا الشرعي، جابوا كاع المصري اللي لقى شي مصري جابتو شي دامريه، شي قهويه، شي خنزه السليب جابتو لتما. فين ما كان شي عاهره على برا مغربيه ما عندها مشكل مع المخزن في المغرب كتخرج وكتبدا تسب الجزائر والصحراء الغربيه. هذا الشيء خصكم تكونوا عارفينه. راهم فقط زبد دين امهم فقاعات كدير عليهم اوف كيتمسحوا. والنهار اللي كيوقع لهم المشكل حتى في المغرب كيطفاو، لانهم هذا هما العبيد كيبقاو عبيد. اش عند دين امهم ما غيخرج منهم كاع، ما عند امهم ما يخرج منهم. انا الطلب ديالي من الرئاسه ديال الجمهوريه ومن القياده ديال الدوله الجزائريه الحكيمه، انا عارف هادشي، لكن هذا كيبقى يعني طلب. اتمنى ان يقابل بالقبول الفوري. اجلاء جميع المغاربه الذين يقيمون في الجزائر بدون اوراق. وانتم انا كنعرفكم قادرين على هذا الشيء هذا في سيمانه جوج سيمانات تنقيه الجزائر من هذا الشيء هذا. بعثوا لهم خراهم، بعثوا لهم زبلهم، بعثوا لهم صنايعيتهم، خليوا الجزائريين يخدموا الخدمه ديالهم. علاش؟ شنو زعما كيديروا القبص؟ اجي نوريكم، غنجي ندير لكم مدرسه ديال القبص. صاحبك هذا القبص وهذا الشيء زعما شي حاجه صعيبه ولا راه ماشي شي حاجه زي يبان لكم راه شي حاجه زعما صعيبه ولا. خص الجزائري نوض يقفض على دراعه ويخدم حتى هو. هذا ما كان. صيفطوا الحزاق، صيفطوا الخرا، صيفطوا الزبل. انا كنقول لكم صيفطوا الزبل. اي مغربي كاين في حي الجزائري لازم يبلغ عليه الى عنده اوراق يعني ليغل قانونيه. ومنين يجي يتسال شنو كدير هنا، علاقاتك، حضيوه. راهم مجرمين، انا كنقول لكم راهم مجرمون ولاد الكلاب. تحياتي لكم. وقبل ما ننهي هذا المباشر غادي نخلي الزعيم ريتشارد بن عزوز هو اللي غادي يختم. وما تنساوش لايك للزعيم ريتشارد بن عزوز اللي معنا هنايا، ايقونه النضال وايقونه اليوتيوب. في اخباركم بعدا واحد القضيه، ريتشارد بن عزوز راه هو اول واحد غادي يدير مليون مشاهده في اليوتيوب في الشرق الاوسط وفي افريقيا. باش تعرفوا وباش دار هذا راه اول واحد غيخرج في اليوتيوب وغادي يعرق العلويين وغيعرق العبيد كاملين. هذا هو يمكن لكم تشوفوا هذا الشيء. هذا اول واحد يدير مليون مشاهده في اليوتيوب. هذا البلاتفورم دابا اللي هي كبيره. هذا الشخص هذا اللي امامكم هو اول واحد غيوصل للمليون مشاهده. فين كان حتى واحد ما كان كيعرف اليوتيوب، قليل اللي كيشاهدوا اليوتيوب. هو السيد ريتشارد بن عزوز اول واحد غيدير مليون مشاهده في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا. تحياتي لكم ونخليكم مع هذا. تحيه لكم وتحيه للزعيم، تحيه للاخوان ديالنا. واحد النقطه اضافيه على المهاجرين اللي في الجزائر واللي في العالم واللي في الداخل والمغاربه عامه. اي مغربي، اي انسان ما كيتكلمش على العداله وما كتعنيش
شروط المواطنه، وما كتعنيش الجمهوريه اللي هي كتعطيك المساواه وكتعطيك حقك في العيش الكريم والعداله النازيه، كتعطيها لك الجمهوريه، لانه في الجمهوريه تقدر تتكلم. اي مغربي ما يتكلمش على هاد الشروط يتطرد من اي بلاد، لانه غير انسان الا هو حيوان يركب، حيوان ياكل وكتعرف واش كتخرج من بعد الماكله. سي تو فوالا لي فونكسيون ديال هاد لامبيسيل، l'animal qui pense pas à autrui et qui pense pas à la souveraineté et qui pense pas au droit et à la justice. Et en plus de tout cela, il doit y avoir une république pour que tout le monde الكل يعيش مرتاح وكل يتكلم بكل راحه، يتكلم فاش اي موضوع، ما كاينش طابو، ما كاينش الخطوط الحمراء اللي دايرها المخزن الصهيوني. علاش المخزن ما كيخليكمش تكلموا؟ فهموها الحمير اللي ساكتين، حيت نتوما قبلتوا باش تبردعوا وقبلتوا على اللي كتسمى لا هونت، العار، قبلتوا على العار المغاربه، قابلين على العار المغاربه، لهذا علاش كتهددوا على اي واحد يتكلم، حيت قابلين على العار يا العبيد، عبيد البخاري اللي باقي الان كتساعدوا الاستعمار. دونك نتوما فو نيت ريان كو دي زينمي، العدو باغي لك الشر، ولهذا علاش كتسبونا، ولهذا علاش كتهددوا. سمعتوني؟ لان نتوما حمير، ولان نتوما مبردعين، لان نتوما ابتدائيين وباقي ما نضجتوش. القرابس كتسمى حاجه ما نضجاش، كتسمى قربوس. اي مغربي في الجزائر ما كيتكلمش، عندك انت خارج من بلاد الضغط وحرر خوتك ينعجد بوك الكلب، ولا انت بغيت تمشي تغتصب الاطفال الصغار. لهذا باغي ستاتيسكو. علاش باغيين ستاتيسكو؟ هاد البوكريه، هاد لي زوفريي، هاد الزماكريه، علاش عاجبهم الحال؟ لانه هو كيخدم حياته كلها باش يمشي يغتصب شي دريه صغيره ولا دري، ولا يشري شي براكه ولا شي ياجورات يدير لها الباب. سي تو. انا بيغمي ابتدائي، لانه ما نضجتيش فكريا. انت ما غيخليوكش تنضج، لانه ما كيخليوكش تتكلم. وي غتكلم على الشيخات، غتكلم على الشراب، غتكلم على البيره والحشيشه، وهادشي فاش كتكلموا ولدين امكم. كديروا اللايفات ديال الكلاب المغاربه، اللايف السوشيال ميديا ديال امك باش تتكلم على البيره وسكرنا البارح وجبنا وشطحنا وخرجنا ومشينا في طوموبيله ريان كتجبات. يا المغربي الحقير، يا المغربي الامبيسيل، يا المغربي العبد. لهذا اي مغربي، اي انسان في الدنيا كلها ما كيتكلمش على السوفرانتي ديالو، العداله ديالو، ولا لا جوستيس ديالو، ولا ريبوبليك ديالو، هذاك راه ماشي حي، هذاك غير حمار. والمغاربه فعلا الاغلبيه ديالكم اميه وحميرين، عجدكم الكلب ومالككم ينعلبوه، خائن كلكم خونه. Thank you for my brothers wherever they are. Thank you for the Algerian people as well as their government who are from the people of course. واش نتوما تقدروا تقولوا نتوما عندكم حكومه بحال الجزائر؟ يعني ما تقدروش تقولوا هذا الكلام، لانه نتوما موروثين حاكمينكم لاصوص اللي حاكمكم بالدليل، وخادعينكم بهذاك اللي كيديروا الرزاز وكيديروا اللحايه بيضاء باش يبغى التكتير ولا بغيتي شنو كيديروا الحجابات، ولا بغيتوا يديروا لكم الترقيه. كلكم باغيين ترقاو، كلكم المغاربه باغيين اللي يفسد فيكم، حيت ماشي رجاله. ديكاجي وين غادي نجد بوكم الكلب يا الكلاب ديال ملك الكلاب. ثانك يو فيري ماتش. الزعيمه هي ديالك، يا لا بروشان. حنا ما كانش باغي، كان ضد الفكره، كان خصو الشعب ديال البعاع كيطيعوا
وساكتين والحمد لله كيدينهم الجوامع. عشت دبانه في الكابينه باعوا شحال هادي البطانه يا ما تكوينه في عوام سونا في سيمانه بلاد هاك ورق تا البطانه تتفارع جلبرهوش بشي ماكس وسير في كناس وتسارع روح عزيزه عند الله على ما قال ليك ما كنت شايق لا في شيوخ لا في ملوك وما الى ذلك القواده كلاره شوف كل دوره فوق الكارطون البرد يذبح والباد في وسط القصوره هضره معروفه عارف كنفكر حيت السحلينه كلشي من خلاله خايف القلب عمر عليها دوينه ما احتاجوش يشفرونا رزقنا خداو ليغال الشعب يريد شي فرتوته من بيك شي سير رويال وماشي بطال انا انتحاري كابابل داوي بلاصه الدراري اللي باغا تبقى عايشه ستابل المغرب كله استابل علف ونعس اتبان غريبه خاير راسطه راه كلشي هز مقص كرمد النحاف وقص سمعنا البرود كان كلشي كمس وكان المغرب الاولون في انفقو ماتو بالكز راه من نبدو بديتي فالصو امولاهم دريس درجو الدين قنار نتوما فاكولتي الابليس حليتو الفرنسيس وحنا بقينا في العيب بلاد النعاش هزي البوندرول فيها فاموس الديب شعب مريض مازوشي عاوني انا جوج فرانك ندير في عرسي السوشي يمني ولا كوشي حل رجليك تبلق بغواك الحرابيش شحال من تروتسكي في الكرسي تعلق ستيلو مونتيف لقيتها محلوله منصيف عمرك تكون خوله حنا وانت ماشي كيف كيف يخ على علام شي شاري يخت شي كيسعى في التخت كلام الحق ما بغا حد انا يا براسي ضغط اللي عاش لتحت كي امن غاب الخبز وباسطه يدوها في الحبس كيزدحو مع الحيط في وسط المنطقه كيزدحوك غيزدحونا تشيك سول خوك تشيك عمصونا مولاي الاخطبوط شفر عالمي يا لطيف من حافظ باص لي كلامي مفهمتيش دير اعيد راه شحال هادي من السوق واخا تكون مشاهد ولا تلق غيغشوك لحونا في الشوك ورمونا في اليوصين قول الحمد لله على بلدنا الامين وميرسي للشريف اللي جمع شملنا ورزقنا صحراوه وشلوح وبديك الهضره طربناش من بيكي والشاكور ها تسكت كلاشي ريق الجمهور بين دنيا وتيسكت من بوميا لتيفلت بس كلشي تلفت يا اما تشري شركله يا اما تبقى البلاد متقوبه من الزمان ما كاينش الامان كينغ بان كلشي خاشي فاجينا وانا علاش بكم الالام نتوما علام كلكم عباده ما عمري نسطح حيت خاويين كيرباده تورات لي بيطاس بيتري ولي طاباس دارو بلاصه على ظهرنا وكلشي الكتف باس نهار الحرب الخوت جيو لابسين زقالو كنمجهدو ونتيفا ما كيخلعنا تالو راه كله بلانو حنا ماشي بلا شيفا بنادم ولا جيفا مع راسو كيتبيفا غنديرو السيبا لا ميفا وماشي مستحيله طوب ديال القرون غنريبو مفليله راه غير الكليكه اللي قليله اللي بغيتو المولوطوف اجي نكوتيزيو بميله نار تقواد غنطبو شي دبابه نطلقو فيها الناشد افون ونسرحو وسط الغابه بلاك بلوك نحكمو راسنا براسنا تعبير فيه الشوك حاكم بايت عافت لقراسنا غايب بلانا فراسنا غندفنو مولي قاسنا تشيك خليك العباس سلمي وسير بدل الفاصمه قيلنا وقيلني عدمني الشات سنه بلاك ويند ليستوار راه غير الكسده اللي غتفنى كلشي عبار منوي في جورنال شبعان بايس دياز 31 دياز ديما في الظلام دايز ملاك الموش عاصر كاع الكنايس عارفين اني داصر كاع الخوش يقولوا تكايز كاع ما بايس ليد لا ايبوك اونتي تكايد من اليبوك كونسيرت الروك بلا خبار القايد الفوضى نون ستوب واخا كميشه في كل دماغ وسطوط الرينغا عبادة البينغا طفو على عيشة طفو على عيشة تشيك 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 ليبرتادو غنديروها الكرنة ونسحب داك الشيك تتركتور ما غيجرنا تتركتور ما غيجرنا بلاك بلوك نحكمو راسنا براسنا تعبير فيه الشوك حاكم بايت عقافت لقراسنا خايب لنا فراسنا غندفنو مولي قاسنا ما كانش باغي كان ضد الفكره كان خصو الشعب ديال البراء
كيطيعوا وساكتين وحمدين الله كيدينوا من الجوامع. عشت دبانة في الكابينة باعوا شحال هادي البطانة لما تكوينة في عوام سونا في سيمانة بلاد هاك ورق تا البطانة تتفارع جلب رهوش بشي ماكس وسير في قناس وتسارع روح عزيزة عند الله على ما قال ليك ما كان تشاق لا في شيوخ لا في ملوك وما إلى ذلك القوادة كلارة شوف كل دورة فوق الكارطون البرد يدبح والبات في وسط القصورة هضرة معروفة عارف كنفكر حيت السحلينة كلشي مخيل وخايف يا دوينة ما احتاجوش يشفرونا يريد شي فرتوتة من بيك شي سيرويال وماشي بطال انا انتحاري كابابل داوي بلاصة الدراري اللي باغا تبقى عايشة ستابل المغرب كله استابل علف ونعس اتبان غريبة خاير راسطة راه كلشي هاز مقص كرمد اللحاف وقص سمعنا البرود كان كلشي قمس وكان المغرب الاولون في انفقو ماتوا بالكسرة من وطارق واللي كيسعى للجمهورية والمناضلات والمناضلين هادو راه داروها زريبة يا صاحبي، لو فيها عصابات ديال ملوك